السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة الكوكيز، حاجة كده سريعة وبسيطة وهتعمليها احسن من اللي بره كمان ان شاء الله. بس امشي على المقادير ديت والمكونات بالظبط زي ما هقولك. تعالوا يلا اقولكوا على المقادير. انا معايا هنا دول كوبايتين دقيق من نفس الكوباية دي، يعني نفس المعيار الكوباية دي هتعايري بيها كل حاجة. تمام. ديت انا بعاير الدقيق، انا بعايره بالمعلقه ما بعايرش بالكوبايه عشان ما يبقاش مكبوس. تمام. يبقى دول كوبايتين دقيق. معايا هنا بيكنج باودر، معايا بيضتين، معايا كيسين فانيليا، معايا هنا ده الشوكليت شيبس، معايا كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع سكر بودره، معايا هنا دول معلقتين دقيق هحتاجهم في الاخر، معلقتين كاكاو. تعالوا يلا نشوف بقى هنشتغل ونعمل ايه على طول. انا هشتغل بالمضرب، يعني انا لو انت حابه تشتغل في الخلاط عادي برضو مفيش مشكله، هيبقى معاكي كويس. يعني اضربي المواد السائله دي في الخلاط عادي او بالمضرب المضرب الكهرباء عادي، بس انا هشتغل بالمضرب السلك عادي. تمام. انا جبت بوله بقى، هنزل بالزيت وهنزل بالسكر كوبايه الا ربع. تمام. هبدا بقى اخلطهم كويس مع بعض. يا جماعه انا عملت خلطت الزيت مع السكر كويس جدا. هبدا بقى انزل بالبيض وهنزل بكيسين الفانيليا. هنزل بقى بكيسين الفانيليا. ممكن لو عندك فانيليا سايله حطي نقطتين، ما كتريش عشان برضو تبقى فواحه قوي. هبدا بقى اخلط كل ده برضو مع بعض كده. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بقى القوام بتاعه اهو. تمام. هبدا بقى اجيب الدقيق انزل بيه. هجيب معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من بتاعه الشاي اهي يا جماعه، معلقه صغيره من بتاعه الشاي. انا هنزل بذره ملح، حطيت ذره الملح وحطيت البيكنج باودر معلقه صغيره وحطيت كوبايتين الدقيق، وهبدا بقى اخلط المكونات كلها مع بعضها. لا لا شكل العجينه اهي يا جماعه زي ما عملتها معاكم اهي، فيها اللمعه، شفتوا اللمعه دي كده؟ العجينه بسم الله ما شاء الله كويسه. هي لسه بتلزق. هعمل ايه بقى؟ انا هاخد نص العجينه دي دلوقتي وهقسمها كده، هقسمها 2. بصوا بقى يا جماعه، انا جيت قسمت العجينه بالنص، دي نص اهي ودي نص. انا بقى جبت معلقتين الكاكاو هحطهم على دي. تمام اهو بالشكل ده. وجبت معلقتين الدقيق التانيين اهم هحطهم هنا بالشكل ده، وهبدأ اخلطهم مع بعض. انا هخلطهم مع بعض وهوريكم دي شكلها عامل ازاي بعد ما اخلطها مع بعضها، ودي برضو شكلها وقوامها بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه، دي اهي اللي حطيت عليها معلقتين دقيق، بصوا بتلمع ازاي بسم الله ما شاء الله. هي بصوا فيها تلزيقه اهي، بس ما بتشبطش في الايد، يعني ما بتمسكش في الايد اهي، بتلزق بس ما بتلزقش الايد اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله جميله جدا. بصوا بقلب الكاكاو اهي، شايفين اللمعه بتاعتها بسم الله ما شاء الله. برضو نفس النظام اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه كده ولا اجمل ولا اجمل. تعالوا بقى نشكلها مع بعضها، تسيبوها بس ترتاح 10 دقايق ونشكلها مع بعضها. انا بعد بقى ما سبتها 10 دقايق كده جبت صينيه ودهنتها زيت. تمام. يعني جبت صينيه ودهنتها دهنه بسيطه من الزيت كده. ابدا بقى نشكلها سوا. بصوا يا جماعه، انا اخدت قطعه وعملتها كوره كده. تمام. عملتها كوره صغيره. هبدا هنا اجيب الشوكليت شيبس اعمله كده اهي
ضغطة بسيطة خالص، ما كترش. تمام، هي هتفرد في قلب الصينية لما بتستوي بتفرد. انا هخلص بقى بقية الكمية وهوريها لكم كله. اهيت يا جماعة بعد ما شكلتها، انا شكلتها بالشكل ده كده. تمام، هبدأ بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. احطها في متوسط. تمام، ما تطلع هوريكم شكلها بعد ما تستوي تبقى عامله ازاي. بصوا يا جماعه بعد ما طلع من الفرن، بعد ما اتخبز وطلع، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه والله العظيم، عظمه. جربوه ولا ألذ من كده. ده اللي بالشوكولاته اللي عملناه، اللي بالكاكاو، ودوت اللي بالفانيليا، طعمه تحفه. جربيه بس كده ومش تندمي، وهتعمليه على طول. بصوا الجمال، بصوا الحلويات، حاجة كده سريعة والطعم ولا اجمل من كده. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.